السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اماني من قناة اكلة هنية مع اماني. النهاردة باذن الله هنعمل العدس الاصفر. طريقة جميلة جدا ووصفة سهلة وممتازة وحاجة كده ايه، اقتصادية رخيصة، مش زحمة الاسعار اللي احنا عايشينها دي. الاسعار فعلا بقت حاجة فعلا صعبة جدا. مفيش مانع من وقت للتاني نعمل اكلة كده ايه، يعني مش غالية وفي نفس الوقت طعمها حلو، وفيها كمان كمية بروتينات حلوة قوي ما شاء الله، غنية جدا ما شاء الله. تعالوا بقى نشوف الوصفة بتاعتنا النهاردة هنعملها ازاي، وهو احلى تكات وحركات للعدس الاصفر بتاعنا. والله العظيم طعمه تحفة. عايزة اقول لكم حرفيا من ربع كيلو عدس هنعمل حلة كبيرة مليانة عدس بالعدس بالشعرية. فعلا تحفة. يلا بقى بينا نشوف المقادير معانا عشان نقول هنعمل ايه. اول حاجة معايا ربع كيلو من العدس الاصفر. اهم حاجة تغسليه كويس جدا جدا وتتأكدي ان المية بتاعته بقت لونها ابيض. ومعايا هنا 3 طماطمات، يعني لو انت حابة العدس يبقى لونه احمر حطي 3، لو مش حابة احمر قوي حطي 2 او واحدة. وجزرتين وبصلاية وخمس او 6 فصوص توم. تمام. اهم حاجه اغسلي العدس كويس جدا، وتعالوا بقى هنشوف هنعمل فيه ايه. والله احسن طريقه اللي هنعمل بيها العدس دلوقتي. هتشوفوا الطريقه بقى معايا ازاي. وحلة على البوتاجاز فيها بتاع نص مية كده، تمام، لأن العدس دوت بيحب سوا كتير ويستوي براحته على مهله. يعني المية هتغلي كده. نضيف العدس الأصفر معانا بعد ما يكون اتغسل كويس جدا. وهنضيف بقى ليه الطماطم زي ما قلت لكم. لو حابين تضيفوا طماطم كتير، في ناس بيحبوا، انا بالنسبه لي 3 طماطميات دمت بيبقى لونه كده حلو. تمام. في ناس بيحبوا لونه اصفر، لو مش حابينه لونه احمر كده او اللون اللي هو الاورنج ده، ضيفي طماطميه واحده. وتضيفي بصلايه كده، بننكه بقى ايه العدس بتاعنا ونطعمه ونخليه طعمه حلو. حبيتي تحطي ورق لورو ضيفي، مش حابه ما تحطيش. انا بصراحه ما حطيتش لان مش محتاجينه قوي. تمام. طبعا هقول لكم على حاجه. العدس طبعا هنعمله بميه، لو انت عندك شوربه ضيفي شوربه. انا بصراحه كنت عندي شوربه بتاع لحمه، فبدل ما نحط ميه استغليت بقى الشوربه. تمام. وضفت الجزر، قطعته بس كده زي ما انتم شايفين. وهضيف الثوم وضفنا البصل. تمام. هنسيب بقى العدس معانا يستوي براحته جدا. اول حاجة يغلي غلوتين 3 كده، بعدين نهدي النار. يعني ما تبقاش عالية، يبقى ايه اقل من الوسط شوية. تمام. عشان العدس خلي بالكم من الحاجات اللي بتفور. تمام. وبعد بقى ما استوى معايا سيبناه براحته خالص، والكمية بتاعته كل مرة ابص عليه واقلب، كل مرة ابص عليه واقلب. تمام تمام. هو كده خلاص كان استوى. زي ما انتوا شايفين كده دايب كده، زي ما انتوا شايفين تمسكوه كده طبعا تلاقوه دايب وجزر استوى. كده بقى عندي حل على البوتاجاز، وهضيف فيها قطعة زبدة بلدي. طبعا العدس حلو قوي لما يتعمل بالزبدة البلدي، بيدي طعم حلو قوي، وكمان يبقى غني كده وطعمه جميل. ماشي. نزلنا بقى بشوية شعرية. شعرية قد ايه؟ قد 8 كيلو من الشعرية. تمام. مش هنكتر قوي برضو عشان ما يبقاش ايه تخين قوي. تمام. اللي مش حابب يحط الشعرية عادي براحته، هتبقى شوربة. تمام. لكن احنا كده ايه هنغمز وناكل بعيش كده، العيش البلدي بتاعنا. او لو انت كمان عايزة تحمري له كده شوية عيش، ممكن تعمليها بالسمنة كده او بزيت وتنشفيهم شوية في الفرن، او يعني تعمليهم في الطاسة كده. تمام. طبعا ايه هنسيب كده زي ما انتوا شايفين الشعرية تتقلى كده شوية وتاخد لون. تمام. ما ينفعش نحطها وهي لونها ابيض، عشان لو حطيناها وهي لونها ابيض مش هتدينا نتيجة مفضلة. تمام. حبايبي لو انتوا لسه معايا لحد دلوقتي من الفيديو، يا ريت بقى دلوقتي حالا انزلوا على طول اعملوا لايك للقناه للفيديو بتاعي، واشتراك لو انت لسه ما اشتركتيش معايا في القناه، وتابعي بقى فيديوهاتي. تمام. خلصت كده الشعريه وهركنها على جنب. هسيبها عادي، وبعدين هدخل بقى ايه اشوف العدس بتاعي. تمام. كده جبت العدس، وطبعا خلاص كان استوى وطفيت عليه. لو انت مش مستعجله سيبيه يبرد شويه ونعمله في الخلاط. بس انا بصراحه ما صبرتش عليه ومسكته بقى وهضربه بقى في الخلاط دلوقتي. ليه؟ لازم كل المكونات اللي احنا عملناها مع بعضيها دي تتجانس بقى وتتضرب في الخلاط. تمام. لو انت عندك هاند بلندر ممكن تعملي، بس انا عندي خلاط على طول همسكه بقى واضربه في الخلاط دلوقتي. يلا بقى بينا نشوف العدس بتاعنا.
تمام. وجبنا الخلاط وهنبتدي بقى ايه، على طول بالكبشة كده، وهنبتدي بقى ايه نضيفه في الخلاط كده. تمام. زي ما قلت لكم، لو انت خايفة على الخلاط ممكن ايه ما تعملهوش وهو سخن كده، تستني عليه شوية. بس انا دايما ما اخلص على طول واروح عاملاه على طول في الخلاط، مش هيجرى حاجة. والله أكلة فعلًا تحفة اقتصادية، سعرها رخيص مش غالي، تأكّل كتير، يعني تأكّل أسرة كاملة مكوّنة من 5 أفراد، 6 أفراد، لإن العدس حاجة كده إيه، تاكلي فيه كتير، تاكليه جنب بصل، ممكن تعمليه بصل أخضر، ممكن تعملي بدنجان مخلِّل أو بدنجان كده اللي هو البدنجان العروس المدحرج كده بالتومة كده والخل، فعلًا بيبقى طعمه حلو أوي ولذيذ، وأكلة كده تشبّع، وبجد والله هتعدّي اليوم. يعني أهم حاجة إن إحنا مثلًا مش هيبقى أكيد كل يوم لحمة أو فراخ، الناس بجد ظروفها تعبت اليومين دُمّة، والأسعار فعلًا كل يوم عمّالة بتولّع زيادة عن الأيام اللي قبليها، ويعني ربنا يستر الحال ويهدّي بقى الدنيا دي اللي عمّالة تزيد في كل مرّة زيادة مستمرة. ضربت في الخلاط، وزي ما أنتم شايفين الخليط بقى خلاص دايب جدًا، وما فيهوش أي تكتلات ولا أي حاجة تخينة زي ما أنتم شايفين. مسكت بقى طبعًا الكمية التانية باضيف شوية، شوية لحد ما أخلّص العدس بتاعي. طبعًا في الأثناء دي أنتم شايفينه إيه تخين أهوّة، يا إما عندِك حلّين، لو أنتِ زي ما قُلت لكم لو أنتِ عندِك شوربة شايلاها في التلاجة أو مفرّزاها، أو عندِك شوربة مثلًا بتاع فراخ أو لحمة، ممكن تضيفي بدل ما تضيفي مَيّة. لو مش عندِك تمام حُطّي مَيّة، وممكن كمان تضيفي مكعب مرقة دجاج لو أنتِ بتحبيه، لو مش بتحبيه بلاش خالص استغني عنه. لكن هو بصراحة من غير أي حاجة ممكن بمَيّة تمام يبقى كويس جدًا والله ما فيهوش أي حاجة. تمام. زي ما أنتم شايفين كده ابتديت بقى إيه أزوّد، زوّدت الشوربة اللي كانت موجودة عندي زي ما أنتم شايفين، بدل برضه قُلت لكم بدل ما أستغل الشوربة بدل ما أضيف بقى مَيّة، بس في نفس الوقت هيدّيها طعم حلو، وهيخلّيها غنية كده وطعمها دسم وطعمها حلو. تمام. قلّبت كده لازم تخلّيه قوام معتدل، ولا هو التخين أوي ولا هو الخفيف أوي، خلّوا بالكم لسه الشعرية هتستوي. تمام. الشعرية لمّا بتستوي بتتخّنه، والعدس من الحاجات اللي بيتخن. تمام. ضِفت رشة ملح، طبعًا الحقيقة زي ما أنتِ ما حابة، ضيفي وذوقي الحاجة عشان تكون مضبوطة معاكِ. تمام. العدس مش بيحتاج غير ملح وكمون. تمام. يعني ممكن تضيفي شوية كزبرة صغيّرين أو سِنّة شطة لو أنتِ حاباها تبقى شوية فيها spicy. وقلّبته وهاسيبه بقى لحد ما يستوي الشعرية اللي فيه. تمام. يبقى كده خلّصت أدي الشوربة، لسه بقى إيه التقلية بتاعته. بتقلّبي كده من وقت للتاني وتشوفي الدنيا فيها إيه، وتحرّكي في العدس عشان الشعرية بتاعته ما تكتّلش. تمام. خلّصنا بقى كده إيه العدس معانا، هنشوف بقى هنعمل إيه، هنقلّي بالبصل، بصل كتير أو بصلتين كده 3، وضِفت لهم مكعبين من الزبدة البلدي الفلاحي. لو أنتِ حابة طبعًا تعملي بأي حاجة أنتِ حاباها اعملي، أنا بصراحة باعمل بالزبدة البلدي وباضيف عليها شوية زيت ذرة. تمام. طبعًا العدس من الحاجات اللي ما ينفعش تعمليه بدهنة، الدهن ده بالنسبة للعدس لأ، يعني تعمليه بزبدة على زيت زي ما إحنا ما بنعمل كده، بيبقى طعمه حلو جدًا. زي ما أنتم شايفين هنقلّي في البصلاية ونرش عليها رشة ملح صغيرة عشان بس البصلة ما تصنّنش ولا تدّي ريحة مش حلوة. تمام. أنا هاقلّي بقى كل الكمية بتاع البصل دي بعد ما هاقلّيها هناخد منها نُصّها ونحطها على العدس. تمام. والعدس شغّال عندي على الناحية التانية في الحلة، وأنا هنا باقلّي في البصلة، وفي نفس الوقت بابُص عليها. تمام. البصلة بدأت تاخد معايا لون، بس طبعًا مش هو ده اللون اللي إحنا محتاجينه، هادّيها لون أصفر كده، سِنّة لون أصفر عشان البصلة معانا تبقى طعمها حلو ومسكّر. تمام. عايزة أقول لكم في ناس بيقلّوا للعدس بتوم، يعني أنا حضرت ناس بيعملوا الطشة بتاع العدس بتوم. لو أنتم من الناس اللي بتحبوها بتوم اعملوا بتوم، لو أنتم بتحبوها بالبصل اعملوا ببصل. على فكرة الأكل ما فيهوش لازم نعمله ببصل، لازم نعمله بتوم، لأ عادي. جرّبي ده وجرّبي ده وشوفي الأحسن ليكِ إيه، وأولادِك حبّوه بإيه، جوزِك حابّه بإيه، أنتِ هتبقى حابّاه بإيه، يعني عادي. ممكن تجرّبي اللي أنتِ عايزاه، يعني جرّبي في مرّة قولي هنجرّب نعمل مرّة كذا،
عادي والله مش هتفرق جدا، والطعم اللي هيعجبك امشي عليه. تمام. انا خلصت البصله، التقليه بتاع البصله زي ما انتوا شايفين اهي، خدت لون اصفر كده بسيط، مش لون غامق قوي عشان ما يغمق لناش العدس بتاعنا. تمام. وهسيب شويه، هنضيفهم بقى شويه على العدس بقى، طبق العدس من فوق يديله بقى شكل وحركات وحاجات جميله. تمام. كده خلصت العدس بتاعي، وهنبتدي بقى نغرفه مع بعض ونشوف بقى الجمال والحلاوه. هنسبح بسم الله. وشايفين بقى العدس حلو ازاي. طبعا الحتة البيضة اللي نزلت دي السمينة بتاع اللحمة. تمام. بس عادي جدا. بس ما شاء الله العدس تحفة جدا. ريحته وطعمه والله ما بقاش منه ولا نكتة ولا شوية حتى. احنا كلناه على اخره، لان احنا بنحبه حتى لما بيقعد ويبيت. ممكن تزوديه شوية مية وتقلبيه كده الجناب بتاع الحلة ويسخن، وتقدري تفطري بيه، يبقى طعمه حلو جدا ما شاء الله. الله اكبر. مش حابة زي ما قلت لكم بالشعرية ما تضيفيش. جنب عيش بلدي طعمه تحفة، تعصري عليه ليمون، تحطي مكعب زبدة بلدي تاني عليه من فوق من على الوش. بألف هنا يا أمارات. يا رب يكون الفيديو عجبكم بجد والله العظيم. العدس حلو تحفة جدا، يستاهل منكم ان انتوا تجربوه وهتعملوه بالطريقة دي، هتعجبكم قوي. فاكرين شوية اللي احنا بقيناهم شوية من في الآخر؟ شايفين بقى الحركات بتاع البصل المكرمل الجميل ده من فوق؟ هيبقى طعمه حلو قوي. ايه رأيكم في الجمال ده؟ بجد جميل قوي وتحفة وشكله حلو ويفتح النفس. ولو انت بقى يعني عايزة تعملي أكلة اقتصادية، مفيش الا العدس بصراحة. عدس أو كشري، طعمه جميل جدا وببصلاية كده. يعني عيشي حياتك بقى، اديها عدس وطعمه جميل وقلتلك بقى على كل التفاصيل والحركات اللي احنا عملناها. بجد حلو قوي. والعدس من الحاجات الجميلة والاقتصادية. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، وفعلوا تنبيهات الجرس للكل عشان يوصلك اشعار باي حاجة جديد. واكتبي لي بقى كومنت حلو من عندك ايه رأيك في الطريقة اللي احنا بنعملها مع بعض بالعدس دي، وايه رأيك في القناة بتاعتي وكل الحاجات اللي انا بنزلها لكم واللي بقدمها لكم للقناة. يا رب يكون الفيديوهات بتاعتي بتعجبكم. وتكونوا بجد ما بتملوش من فيديوهاتي ولا الوقت بتاعها. مع السلامة يا حبايبي، اشوفكم في فيديو جديد.